بسبوسة السينابو هنعملها النهاردة بطريقة حلوة قوي وسهلة. الوصفة من أروع وأفظع وأجمل وأحلى الحاجات اللي أنا دقتها بصراحة، بجد. هنسهلها على بعض وهنعمل بطريقة سهلة كده. هنجيب على طول كيس بسبوسة من الجاهز. ولو جبت الدقيق البسبوسة العادي هتحطي إضافات طبعا، باودر بيكنج باودر وحاجات تانية. هنا خلاص كيس البسبوسة عليه كوباية من الحليب البودرة، معلقتين من الكاكاو الخام، كمان كوباية من القشطة، عليها ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من المية. كل الدنيا على بعضها كده وهنقلب. هيبقى الخليط معانا طري، والوصفة ناجحة 1000000%. ما تخافيش يعني وانت بتعمليها ولا بتقلبيها. صينية بقى هندهنها مادة دهنية وننزل بالخليط ونسويه وندخله الفرن. اول ما هتستوي معانا ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. هنخرجها. هنكون بقى محضرين كوباية من الحليب المكثف المحلى، مسخنينها قوي على النار. الحليب يكون سخن قوي والبسبوسة طالعة من الفرن، هننزل عليها الاتنين سخنين. كوباية بقى حليب على علبة جبنة مثلثات، جبنة كيري اللي تعمليه اضربيها في الخلاط وانزلي على وش الصينية كده، وبعدين دخليها الفرن لحد لما الطبقة دي تجمد. الوصفة دي فيها قرفة، انا محبتش احطها لاني ما بحبهاش. كمان فيها علبتين جبنة كيري، حطيت واحدة بس، نوفر شوية ان الوصفة فعلا مكلفة. واشوفكم بألف خير.